نادي الزمالك يا برنس قدر ان هو يخلص الدنيا بدري، وانت طبعا يا برنس عارف ان ماتشات كاس مصر او الماتشات الكاس عامه في كل بطولات العالم تكسب ولا تلعب يا برنس، وده اللي عمله نادي الزمالك النهارده يا برنس. هنتكلم على مباراه نادي الزمالك يا برنس امام فاركو في كاس مصر يا برنس وفوز نادي الزمالك، وبرضه هكلمك في او الجزء الثاني من الحلقه على الصفقات اللي محتاجها نادي الزمالك وبعض اللعيبه اللي ماشيه من نادي الزمالك. يعني حلقه النهارده مهمه جدا، هنتكلم على المباراه وعن الصفقات وعن اول الناس اللي ماشيه من نادي الزمالك يا برنس. في البدايه ما تنساش اللايك بتاعك، عاوزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك يا برنس، ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس. في البدايه كده فتوح يا برنس هيبقى مع اوسوريو اهم لاعب يا برنس بعد تغيير مركزه. ليه بقى؟ فتوح يا جماعه من اللعيبه اللي هي حريفه، كنا يعني الواحد تحس ان هو كده ايه كان مستخسره ان هو يلعب باك شمال. الواد حريف، الواد حريف عنده اللي هو الترقيص والتعديه والتسديد. خلينا نتفق ان فتوح من اللعيبه المهاريه، ففتوح اوسوريو حب يوظفه في مكان غير مكانه. ليه بقى؟ ان هما يعني بقى ما بيلعبوش ناحيه الشمال، بيلعبوا في نص الملعب ناحيه الشمال، فكده يا برنس فتوح هيبقى عنده ادوار هجوميه اكتر، وهو ده اللي انت شايفه في المباراه النهارده وفي المباراه اللي فاتت يا برنس. لما ابتدى يرجع فتوح للمشاركه تاني في المباريات قدرت تشوف ان فتوح في النواحي الهجوميه بيروح ويسجل ويعدي، وهو لعيب كويس جدا، وهو الشوط عنده على المرمى كويس جدا جدا. فتوح عليه عامل كبير جدا 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 في نادي الزمالك مع اوسوريو يا برنس، ان اوسوريو بيطالب ان يكون في الملعب، يعني اوسوريو بيطالب ان الفرقه يكون في الملعب في 3 لعيبه بيلعبوا برجلهم الشمال، اللي هو مدافع ناحيه الشمال ولاعب اللي في نص الملعب برضو. بص المدافع اللي ناحيه الشمال لازم بيلعب برجله الشمال، واللاعب اللي في نص الملعب اللي ناحيه الشمال لازم يلعب برجله الشمال، والهاف يا برنس رايت اللي هو برضو اللي هو زي صلاح كده يا برنس لازم برضو دوت يلعب برجله الشمال. فلازم اوسوريو دي طلباته يا برنس ان هو عاوز 3 لعيبه في الفرق يكون بيلعبوا رجليهم الشمال، فعشان كده اوسوريو طالب مدافع بيلعب برجله الشمال. خلينا نتفق بقى، خلي قصه الصفقات ديت في الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه. ولكن نادي الزمالك النهارده قدر ان هو يقدم مباراه يعني كويسه جدا. هتقول لي يا عم ضربه الجزاء مش ضربه الجزاء والتحكيم. بص انا قصه التحكيم في الدوري المصري ده خلاص انا جبت اخري منها، انا جبت اخري منها من قصه التحكيم، عشان التحكيم ده يجيب لك عقده نفسيه، يعني انت يخنقك، انت ما تفهمش بقى اللعيب زقه. ولكن انا من وجهه نظري يعني البسيطه جدا انا حاسس ان ما فيهاش حاجه، اللي هو احتكاك طبيعي، يعني هي الكوره كده ولاعب فاركو يا دوبك، يعني مش اللي هو زقه او في حته اندفاع على زيزو، لا ده هو يعني اندفاع، يعني احتكاك طبيعي جدا جدا ما بين 2 لاعبي الكوره عشان نبقى متفقين يعني. ولكن هو الحكم وجهه نظره كده، والفار وجهه نظرهم كده هم كمان، فعشان كده حسبوها ضربه جزاء. ولكن اركن دول او اركن ضربه الجزاء دي على جنب، اعتبرها مش موجوده، ولكن هي الاهم لان هي الهدف الاول. لو كنت اتكلمت ان ضربه الجزاء دي هي الهدف الثالث اللي جابه نادي الزمالك كنت اقول لك ماشي، ولكن هي الهدف الاول يا برنس. اما تيجي تتكلم بقى على هدف مصطفى شلبي ونادي الزمالك هو اللي بقى يعمل التحولات الهجوميه والهجمات المرتده، وده اللي المفروض اللي كان يعمله فاركو. يعني ده احنا كلنا عارفين ان كابتن طارق العشري مع فاركو هي منظومه دفاعيه، هي منظومه دفاعيه. حتى لما تيجي تبص على فريق فاركو اللعيبه اللي معاه معظمهم يعني لعيبه دفاعيه، اللي هم هنجي يا باشا 11 لعيب واقفين هنا خلص الحوار، اللي هو ايه يكسبوا الماتشات 1-0 2-0 خلص الحوار، اللي هو يطلع 0-0. ما عندوش الاسلحه الهجوميه، ما عندوش الاطراف الفتاكه، ما عندوش المهاجم المرعب، ما فيش. هو اللعيبه برده متوسطه، مش اللعيبه المرعبه اللي بيروحوا قوه هجوميه. لو جيب بصيت في المباراه ان فاركو كان يمسك الكوره ويعمل تحولات هجوميه ويروح، بس ما فيش انتاج، ما فيش فعاليه على المرمى. فعشان كده فاركو كان في النواحي الهجوميه عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا. اما في النواحي الدفاعيه كانوا كويسين جدا. هتقول يا عم ده دخل فيهم 3 اجوان، اقول لك عشان كابتن طارق العشري كان عاوز يهاجم، فلما هاجم ففتح خطوطه، فلما فتح خطوطه هو بيروح بس مفيش، ولكن خط دفاعه اتضرب. لو هو كان نازل من المباراه ديت او المباراه دي في دوري يقول لك يا باشا انا هنزل اقفل ايه كل لاعب مع واحد والعب بخطه دفاعيه بحت يا برنس. عشان ايه؟
يتعادل حتى في الدوري. هو ما فكرش كده كابتن طارق عاشور، نزل عاوز يضغط على الزمالك، نزل فاتح الملعب، نزل في اول كرة خطيرة في المباراة شفنا محمود حماده هو اللي سدد وصبحي طلعها، فشفنا فاركو هو اللي بدأ بالهجوم على نادي الزمالك يا برنس. ولكن نادي الزمالك قدر ان هو يستغل يا برنس الفرص. ولما تيجي تبص لجون مصطفى شلبي بالهجمه المرتده اللي قطعها دونجا للجزيري، الجزيري بصاها لمصطفى شلبي، عمل فينت مصطفى شلبي وعدى وفي الزاويه البعيده. جون الصراحه من اجمل الاجوان في الموسم الحالي. سيبك بقى من اجمل الاجوان اللي في الدوري وفي الكاس، خلينا نتفق جون واحد ارتو ايه، حته من بتوع صلاح وميسي، يعني حته جامده جدا يعني ماشي. اما بقى الجون الثالث دي حسيت اللي انا في كذا ماتش بصيت عليه مع اوسوريو ومع فتوح بالذات في الماتشات اللي لعبها فتوح مع اوسوريو، ان فتوح لعب ماتشات قليله جدا مع اوسوريو، هو نفس التكتيك ده اللي هو لعيب يباصي الثاني يباصيها له هوبا يعملها تشيب فتوح يعدي يبقى فتوح هو والجون على طول. هي نفس التكتيك، هو نفس الموضوع، السيناريو دوت يا برنس اتنفذ في كذا مباراه. فعشان كده بصيت ان فتوح يعملها، وقدر فتوح ان هو يستغلها يا برنس ويشوطها ويجي الهدف الثالث لنادي الزمالك. وخليك فاكر كلمتي ديت، فتوح هيبقى اهم لعيب مع اوسوريو ماشي يا برنس. ولكن احنا كده قدر نادي الزمالك، شفنا صبحي كل الكلام دوت يا برنس، يعني احنا كده طولنا قوي في المباراه. نخش بقى على بعض اللعيبه اللي ماشيه، اهدى بقى عليا، على بعض اللعيبه اللي ماشيه يا برنس من نادي الزمالك. ركز بقى في الكلام المهم دوت يا برنس. هم في سكه 10 او 9 لعيبه، انا هفتكرهم لك عشان كنت كاتبهم والورقه ضاعت يعني الصراحه، يعني انت معايا يا اخويا حبيبي، ولكن بص انا هقولهم لك. يعني اول واحد هم معروفين يعني واضحين جدا جدا. اول واحد يا برنس عندك مصطفى الزناري. هتقولي ده لاعب، اقول لك ايوه يا برنس، من ضمن اللعيبه اللي المفروض كان نادي الزمالك، هو مدافع المفروض كان نادي الزمالك اللي جابه ان هو يثبت وجوده في المباراه عشان يعمل مباراه كبيره والكلام ده. مصطفى الزناري مستواه مش اللي هو ثابت، هو حبه فوق حبه تحت، وهو من ساعه ما نزل تحت ما طلعش فوق ماشي. عندك مصطفى الزناري، عندك يا برنس اللعيب الثاني عمر جابر برضه ماشي. عمر جابر من ساعه ما رجع من بيراميدز مفيش بمعنى كلمه مفيش يا برنس. عندك برضو اللعيب الثالث عبد الشافي. هتقول لي يا عم ده اعتزل، اقول لك اعتبره من اللعيبه اللي خلاص يعني خلاص مش هتبقى في الفرقه في الموسم الجديد. وعبد الشافي اللعيب اللي هو جمهور الاهلي بيحبه، يعني جمهور الاهلي بيحبه قبل جمهور الزمالك، لعيب محترم جدا جدا عبد الشافي يا برنس ماشي. عندك عبد الله جمعه برضو من ضمن الناس اللي ماشي لغايه دلوقتي، قلت لك 4 لعيبه من نادي الزمالك. عبد الله جمعه من السنه اللي فاتت واحنا عارفين ان هو كان عاوز يروح فاركو، فممكن عبد الله جمعه يخش في صفقه تبادليه مع محمود حماده. خليك فاكر الموضوع دوت يا برنس. لو بقى الاهلي ما دخلش في قصه محمود حماده وانت فاهم الحوار ده ماشي لغايه دلوقتي كده ايه، قلت لك 4 لعيبه يا برنس. عندك برضو الخامس من نادي الزمالك يا برنس هو عمرو السيسي. عمرو السيسي من ضمن الناس اللي هتمشي من نادي الزمالك يا برنس. كده عندك 5 لعيبه لغايه دلوقتي باكد لك ان هم ماشيين. هتقول لي مين بقى؟ يعني اكيد يعني يا برنس سامسون، يعني ده اكيد ده استماره 100% وختموها من الدرج وماشي. سامسون ده ما عملش بربع جنيه. فلغايه دلوقتي كده يا برنس قلت لك 6 لعيبه في نادي الزمالك. انا عمال اجيب لك برضو اللعيبه اللي ممكن تمشي. فعندك برضو ابراهيم النضاي. لو نادي الزمالك تعاقد مع جناح قوي جدا ومؤثر جدا، وابراهيم النضاي لسه برضو فضل مستمر في المستوى ده، هيتفاهموا معاه وابراهيم النضاي هيطير يا برنس زي اللي قبله. لغايه دلوقتي كده قلت لك 7 لعيبه من نادي الزمالك. اما اللعيب الثامن يا برنس هو حارس مرمى محمد عواد. خلينا نتفق ان عواد خلاص لما تيجي تبص لمباراه الكاس النهارده ياكد لك ان عواد ماشي. لو انت هتيجي تقول لي ما المفروض محمد صبحي يلعب في الدوري وعواد يلعب في الكاس مثلا، يعني لا، اللي يخليك تتفق ان عواد خلاص فاركو عاوزه. فاركو بالمناسبه هو بيفاوض كذا حارس. فاركو كان بيفاوض، في سمعت كلام ان هو كان بيفاوض علي لطفي وبيفاوض اسمه ده ربي محمد عواد. وبرده محمد عواد دخل في موضوع التفاوض مع زد عشان لسه طالع، ده لسه بقى ميركاتو ايه اللي الدوري المصري لسه يا برنس هيحلو. فلغايه دلوقتي قلت لك 8 لعيبه، عواد الثامن يا برنس. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك الموسم الجديد هيعمل حته اللي هو ايه مفرمه شويه، يعني حته اللي هو ايه خلاص. انت برضه عندك 8 وعندك يوسف اسامه نبيل ده التاسع، اوكي كده احنا عارفين ده التاسع.
وعندك كان هيمشي سيف فاروق جعفر، ولكن ده خلاص يعني جددوا له عقده. فانت بتتكلم لغايه دلوقتي 9 لعيبه من نادي الزمالك ماشيين، 9 من الموجودين والمعروفين والمؤثرين مع الفرقه يا برنس. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك لازم الموسم الجاي يعمل ميركاتو قوي جدا. ايه بقى هي الصفقات اللي طلبها اوسوريو من لجنه الكوره في نادي الزمالك، وايه الصفقات اللي هو طلبها من اداره نادي الزمالك يا برنس؟ ورقه وقلم وتعالى لي. بص بقى، اول صفقه طلبها يا برنس اوسوريو التعاقد مع حارس مرمى، فده يقول لك ان عواد ماشي. تاني صفقه يا برنس عاوزها اوسوريو، عاوز مدافع بيلعب برجله الشمال. هبسطها لك عشان ممكن الناس تطلب اللي هو زي موضوع ايمن اشرف. شفت ايمن اشرف كان ايه؟ بيلعب بياسر ابراهيم وايمن اشرف، اللي هو لعيب زي ايمن اشرف كده يا برنس. وعاوز لعيب في نص الملعب برده تاني يلعب برجله الشمال زي فتوح. يعني هو بيدور دلوقتي لعيب في نص الملعب بيلعب برجله الشمال، وبرده عاوز لعيب تاني بيلعب في نص الملعب اللي هو زي مين؟ زي محمود حماده، ان هو يبقى عنده 2 جامدين جدا جدا في نص الملعب. فانت بتيجي تفكر ممكن طارق حامد يرجع لنادي الزمالك، ممكن محمود حماده يجي نادي الزمالك، دولت الاثنين ممكن يجوا في الموسم الجديد يا برنس في نادي الزمالك. فانت بتتكلم كده لغايه دلوقتي قلت لك 4 صفقات عاوزهم اوسوريو: حارس، مدافع بيلعب برجله الشمال، لعيب نص ملعب برجله الشمال، عندك عاوز برضو ديفندر تاني برضو في نص الملعب يا برنس. اما برضو الهاف عاوز واحد هاف شمال وواحد هاف يمين اجنحه. تقول لي يا عم موجود زيزو، اقول لك موجود زيزو، بس مين بديل زيزو قوي في نادي الزمالك؟ مفيش. هو ابراهيم نضاي. فقصه ابراهيم نضاي اللي انا قلتها لك لو ثبت نفسه في الايام اللي جايه ونادي الزمالك قدر ان هو يتعاقد مع لعيب كويس، فابراهيم نضاي هيطير. يعني لو هو ما ثبتش نفسه في الفتره اللي جايه هيطير ابراهيم نضاي. فنادي الزمالك عاوز يتعاقد مع طرفين يكونوا جامدين جدا. هتقول لي يا عم مصطفى شلبي ناحيه الشمال مؤدي الراجل اداء، اقول لك لا، نادي الزمالك عاوز يتعاقد مع واحد زي بن شرقي او بن شرقي، زي بن شرقي او بن شرقي. فانت بتتكلم انك عاوز لعيب ناحيه الشمال بيأدي نفس المهمات اللي كان بيعملها بن شرقي. وفي طبعا يا برنس الصفقه الاخيره، او لا ناقص كده صفقتين، الصفقه اللي قبل الاخيره اللي طلبها اوسوريو عاوز لاعب صانع العاب اللي هو زي اوباما وزي ناصر ماهر. قلت لك قبل كده في حلقه فاتت، قلت لك ان نادي الزمالك بيفاوض ناصر ماهر، فهو عاوز نادي الزمالك لعيب زي ناصر ماهر. بتتكلم ان هو عاوز لعيب اللي هو بيحرك اللعب بيوزع اسيستات. هو ده اللي ناقص اوسوريو في الخطه ديت يا برنس. وطبعا الصفقه الاخيره والصفقه اللي الاهلي برضه عاوزها والنادي الزمالك عاوزها هو المهاجم يا برنس. كده نادي الزمالك قلت لك على كل الصفقات اللي نادي الزمالك عاوزها: عاوز مدافع، عاوز حارس، عاوز نص ملعب، عاوز ناحيه اليمين، ناحيه الشمال، عاوز صانع العاب، عاوز مهاجم يا برنس. وقلت لك برضو على الناس اللي بنسبه 90% ماشيه من نادي الزمالك في الموسم الجديد يا برنس. هل بقى اوسوريو مكمل ولا مش مكمل مع نادي الزمالك؟ دوت يا برنس اللي هيقدر او هنقدر كلنا نحدده في الماتشات اللي جايه لنادي الزمالك. لو اوسوريو قدر ان هو يثبت نفسه مع نادي الزمالك في الفتره ديت، ان هم دلوقتي قاعدين بيبصوا عليه او عنده اختبار قوي، وممكن تقول قوي ومظلم يعني او ظالم. هتقول لي ايه ده؟ هقول لك يا برنس مباراه النصر في البطوله العربيه يوم 3/8 يوم 3/8 الساعة 6 يا برنس، مواجهة الزمالك مع نادي النصر السعودي. دوت يا برنس أقوى اختبار لأوسوريو مع نادي الزمالك. هتقول لي يا عم في الأهلي ده لسه هيلاعب الأهلي ولسه هيلاعب بيراميدز. أنت لغاية دلوقتي ما شفتش أوسوريو أمام نادي كبير. لغاية دلوقتي أنت ما شفتش أوسوريو أمام نادي كبير، ما شفتش أوسوريو أمام الأهلي، ما شفتش أوسوريو أمام بيراميدز. فأنت القصة عندك ملخبطة. بتهيألي الزمالك لعب مع بيراميدز بتهيألي يعني، ولكن القصه انك ما شفتش الاهلي بالذات، الاهلي بالتحديد ان هو الفرقه الوحيده اللي فايقه في مصر. الله اكبر يعني، الله اكبر. ماشي يا برنس. ولكن يا برنس قدرنا كده نتكلم على المباراه، قدرنا نتكلم على الصفقات اللي محتاجها، قدرنا نتكلم على اول الراحلين عن نادي الزمالك يا برنس. فما تنساش وما تبخلش علينا باللايك بتاعك يا برنس. ولو انت اول مره شفنا يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس والصلاه على سيدنا محمد يا برنس. وسلام.